أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية العاجلة، وهذا أبرز عنوانها: مواجهة دامية بين الجيش الجزائري وميليشيات البوليساريو تفجر أزمة غير مسبوقة. لكن قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. وفي التفاصيل، شهدت مخيمات تندوف ليلة دامية إثر اندلاع مواجهة عنيفة بين عناصر من الجيش الجزائري وميليشيات جبهة البوليساريو في تطور ميداني غير مسبوق يعكس حجم الاحتقان الداخلي المتصاعد، ويثير تساؤلات عميقة حول قدرة الجزائر على ضبط الكيان الانفصالي الذي رعته ومولته لعقود طويلة. ووفق مصادر متطابقة من داخل المخيمات، فقد اندلعت الاشتباكات بسبب خلافات حادة حول تقاسم المساعدات الدولية التي غالبا ما تخضع لمسارات توزيع مشبوهة، وهو ما فجر نزاعا داخليا بين أجنحة البوليساريو قبل أمر إلى اصطدام دموي مع القوات الجزائرية التي تدخلت في محاولة يائسة لفرض السيطرة واحتواء حالة التمرد.